مشاركة الحاخام يعقوب هرتزوغ برقصة العرض السعودية لم تكن حدثا عرضيا، وإنما واقع بدأت المملكة بتعبيد طريقه منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى الحكم. من قصور الأمراء إلى منابر العلماء انتقل التمهيد للتطبيع في المملكة. وظف عدد من رجال الدين السعوديين الخطاب الديني وفصلوا الفتاوى والأحاديث النبوية لتصبح على مقاس التطبيع ولتضفي عليه الشرعية تحت شماعة التعايش بين الأديان. الرحيم. في العام 2017 تلقى مفتي السعودية السابق عبد العزيز آل الشيخ دعوة إسرائيلية لزيارة تل أبيب تقديرا لفتواه التي تحرم قتال اليهود وتعد حماس تنظيما إرهابيا وتصف التظاهرات من أجل المسجد الأقصى بالغوغائية وتجيز التعاون مع الجيش الإسرائيلي للقضاء على حزب الله. في العام نفسه أباح الداعية صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة قبل عزله زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي. زيارة الأقصى جائزة الآن رغم الاحتلال أو هذه فيها نزاع، والذي يظهر لي لا نجد دليلا شرعيا